أيها الرب يسوع المسيح، يا من بكيت على أورشليم لأنها لم تعرف زمان افتقادها ولم تستجب لندايا وتوبتها، اقبل دموعك ودموع مرارتك، اشف ألامي بألامك، طيب جروحي بجراحاتك، قدس دمي بدمك، طيب جسدي بتناول جسدك المحيي. من كشف جسدك على الصليب، اجذب إليك فكر المجذوب من الشياطين. يا من أمال رأسه على الصليب، ارفع رأس الذي عيره المعيرون. يا من سمرت يداه والكلية القداسة على الصليب، أعدني إليك من هاوية الهلاك كما وعد فمك الكلي القداسة. يا من قد قبل اللطم والبصاق على خديه من المجدفين، نقي وجه المدنس من الآثام ولتهديني إليك نفسك التي سلمتها إلى الآب على الصليب. ليس لي قلبا متوجعا ليفتش عنك، ليس لي توبة ولا خشوع ليعيد الأولاد إلى ميراثهم، ليس لي يا سيدي دمعا معزيا، لقد اظلم فكري بهموم الحياة، ولا يستطيع أن يحدق إليك بتوجع. يرد قلبي من كثرة التجارب، ولم يعد بإمكاني أن يحمي بدموع محبتك. لكن أنت أيها الإله الرب يسوع المسيح، يا من كثر الصالحات، هبني توبة كاملة ونقية وقلبا متوجعا لكي أخرج في طلبك، لأني بدونك غريبا عن كل صلاة. أعطني إذا نعمتك أيها الصالح، أنت الذي أخرجك الآب من حضنه أزليا بل زمنيا، بل تجد فيها ملامح صورتك. لقد تركتك فلا تتركني، قد انفصلت عنك فلا تهملني، بل أدخلني إلى مرعاك واحصني مع خراف رعيتك المختارة. أطعمني معها من دسم أسرارك الإلهية التي مسكنها القلب النقي، حيث نشاهد إشراق إعلاناتك الذي هو تعزية وراحة لأولئك الذين جاهدوا من أجلك في الشدائد، بنعمة مخلصنا يسوع المسيح ومحبته للبشر
في جميع الدهور، وفعل روحك القدوس أيها الآب، إذ نناديك يا خالق الكل ومدبره بنغمة البنين قائلين: أبانا الذي في السماوات